اخواتي وحبايبي جمهور ماستر بيس فيلم النهارده عن محقق عبقري ولكنه مشلول، بس بيقدر يحل لغز جريمه قتل غامضه من وهو في مكانه. الهاند فري بتاعك الرايق وتركيزك معايا ويلا نبدا. بتبدا احداث فيلمنا النهارده بالمحقق رايم، وبيعرف رايم بوجود حادثه في نفق معين تحت الارض، والحادث ده بيتسبب في موت شرطي. فبيدخل رايم النفق علشان يعاين جثه الشرطي ومسرح الجريمه، وبيبقى معاه 2 مساعدين. وبيفضل رايم ماشي جوه النفق وبيدخل تحت الانقاض علشان يعاين الجثه، واثناء معاينته للجثه بيقع على ظهره لوح خشب وبيتسبب له في شلل كامل في جسمه كله. وبعدها ب4 سنين بيقوم رايم من النوم مفزوع، وبيلاقي جنبه اجهزه طبيه كتير جدا، وبيقدر يتحكم في كل جهاز حواليه من خلال زرار متوصل بجهاز الكمبيوتر. في نفس الوقت بنروح للمطار وبنشوف شخص ومراته بيوقفوا تاكسي، وبنلاحظ في التاكسي دميه صغيره متعلقه في مشنقه، وبيركب الراجل ومراته للتاكسي. لكن الغريب انهم بيناموا ومش بيصحوا غير في مكان بعيد ومهجور عن المدينه. وقتها بتخاف الست وبتفضل تصرخ وبتطلب من السواق يوقف العربيه بسرعه، لكن السواق ما بيردش عليها، وبيتصدموا لما بيلاقوا كل ابواب التاكسي مقفوله. بعدها بنروح لرايم وهو جنبه الممرضه بتاعته واللي بيكون اسمها ثيلما، وكمان بيكون معاه الدكتور ريتشارد، وده اللي بيكون المسؤول عن صيانه الاجهزه اللي متركبه الرايم. وقتها بيعرفوا ريتشارد ان جهاز القلب ابتدى يبوظ ومحتاجين واحد جديد. فبيضحك رايم وبيعرفوا انه محتاج جسم جديد. فبيضحك ريتشارد وبيعرفوا انه مش هيقدر يساعده في ده، لكن يقدر يجيب له جهاز القلب الجديد. وبعد ما بيمشي ريتشارد بيجي الدكتور بتاع رايم، وده علشان يطمن عليه. وبتعرفه الممرضه ان رايم طلب خمره مره تانية وانها رفضت تقدمها له، وبيضغط رايم على زرار فبيقدر يتحكم من خلاله في السرير. وبيقول له الدكتور ان من وقت الحادثه وهو نايم في السرير زي الطفل. وقتها بيطلب منه الدكتور يشكر ربنا انه لسه عايش، وبيعرفه ان عمليات الاعصاب اتقدمت جدا وفي احتمال كبير انه يخف. وقتها بيعرفه رايم ان بتجيله نوبات شديده وبتتعبه، وانه اوقات بيحس ان النوبات دي هتخلص عليه. فبيتاثر الدكتور بكلامه وما بيبقاش عارف يقول له ايه. وقتها بنشوف شرطيه جديده واللي بيكون اسمها ايميليا، وبتكون ايميليا قاعده قدام الشباك وبتفكر. بعدها بتجهز نفسها وبتخرج لشغلها، واثناء ما بتفطر مع زميلها بنعرف انها هتسيب الشرطه وتروح لاصلاحيه الشباب. في الاثناء دي بيجي بلاغ لايميليا، والبلاغ ده بيكون من طفل، وان الطفل ده شاف حاجه غريبه وخايف منها. وبتعرف ان البلاغ ده جالها من منطقه السكه الحديد القديمه. فبتتحرك ايميليا بسرعه على مكان الطفل، واول ما بتدخل بتلاقي الطفل مستخبي ورا عربيه قديمه، وبيشاور لها على ايد انسان خارجه من تحت الارض. فبتقرب ايميليا من الايد وبتبدا تحفر. وقتها بتتصدم لما بتلاقي جثه شخص، وهنا بتلاحظ ان ايد الجثه مقطوع منها نص صباع، وكمان بيكون متعلق فيه خاتم مرات القتيل. وكمان بتلاقي مسمار قديم جدا محطوط فوق ورقه من كتاب قديم. وقتها بيقرب قطر من المكان. وقتها بتحاول ايميليا توقفه بكل الطرق لغايه ما بتنجح على اخر لحظه، وده علشان القطر لو عدى هيضيع كل الاثار والادله. وبتنادي على الطفل وبتديله فلوس علشان يجيب لها كاميرا، وده علشان تصور بيها الجثه وكل الادله اللي موجوده في المكان قبل ما تتغير اماكنها بسبب وجود الشرطه والصحافه والاعلام. وفعلا بتبدا تصور كل حاجه تخص الجريمه دي، وبتصور الجثه وكمان بتلاقي اثار اقدام لشخص. فبتحط ورقه دولار جنب اثار الاقدام دي وبتصورها. بعدها بنشوف القاتل وهو مكتف مرات الشخص اللي مات، وبيدخلها في نفق تحت الارض، وبيبقى القاتل ملثم وبنلاحظ ان عينيه ملونه. وبنعرف ان الست دي هي نفس الست اللي ركبت التاكسي مع جوزها. فبيكتف القاتل الست بكلبشات حديد وبيلف على وسطها سلسله. بعدها بنروح لموقع الحادثه اللي فيه الجثه، وبيوصل الضابط شيني. والضابط شيني بيكون هو المسؤول عن القضيه، وبيقابل هناك المحقق واللي بيكون اسمه سولومون. وقتها بيعرفوا سولومون ان ايميليا اول شخص وصل للمكان. فبيتعصب شيني على ايميليا، وده علشان خدت الادله اللي موجوده في المكان. وقتها بتحاول ايميليا تشرح له ان القطر كان هيعدي وهيشيل كل الادله، وعلشان كده اضطرت انها تصور الادله والجثه. لكن شيني ما بيقتنعش بكلامها وبيتعصب عليها. وتاني يوم بنشوف رايم وهو بيلعب شطرنج من خلال الزرار اللي موجود في السرير. وقتها بتدخل عليه الممرضه وبتعرفه ان في ضباط شرطه عايزين يشوفوه. وهنا بنعرف انهم سولومون وزميله بولي اللي اخدوا من ايميليا الادله الجنائيه. وقتها بيعرفوا بولي ان رئيسه بعته ليهم، وده علشان يشوف صور الادله ويقول تفسيره في جريمه القتل دي. وبيعرفوا بولي ان الجثه اللي لقوها تحت الارض كانت جثه لشخص خرج هو ومراته من المطار ومختفيين بقالهم 4 ايام. وكمان لقوا صباعه مقطوع ومسلوخ لغايه العظم، ومتعلق فيه خاتم مرات القتيل. فبيرفض رايم يحلل جريمه القتل دي. وهنا بنعرف من سولومون ان رايم محقق وظابط مشهور، والف كتاب اسمه مسرح الجريمه. والكتاب ده رايم بيتكلم فيه عن رايه في جرائم القتل وبيكتب تقارير عنها. فبيعرض بولي عليه صور الادله الجنائيه، وقبل ما يشوفها رايم بتحصل له نوبه شديده. فبتضطر الممرضه انها تخرج بولي وسولومون من الاوضه، وبتبدا تعمل لرايم الاسعافات الاوليه. وبتكون حاله رايم سيئه جدا ومش قادر يتنفس. وتاني يوم بيفتح عينيه وبيلاقي صور الادله على الشاشه
الشاشة اللي قدامه، وبيشكر الممرضة لأنها أنقذت حياته وبيعرفها إنه كتب لها جزء من ميراثه، وبيطلب رايم منها تحط له صور الأدلة في جهاز العرض علشان يشوفها. وقتها بيلاحظ رايم إن الصورة اللي تحت المسمار لجريدة قديمة ومكتوب عليها 4 مساء، وبيلاحظ ورقة تانية صغيرة مقطوعة من صفحة كتاب قديم ومكتوب عليها رقم 119، والورقة دي بيكون مكانها بين الجريدة والمسمار. وقتها رايم بيسأل الممرضة عن تاريخ النهاردة وبيبدأ يربط الأحداث ببعض، وبسرعة بيتصل ببولي. بعدها بنروح لإيميليا وهي في تدريب عن إصلاحية الشباب وإزاي تقدر تتعامل مع أنواع المخدرات. وقتها بيروح لها سولومون وبيعرفها إن رايم طالب يشوفها بسرعة، وفعلا إيميليا بتروح لبيت رايم وبتشوف رايم صاحب الكتاب اللي بتدرسه في أكاديمية الشرطة لأول مرة. وأول ما بيشوفها رايم بيعرفها إنها عملت حاجة كويسة جدا، وده لما جمعت الأدلة ووقفت القطر بكل شجاعة. وبيعرفها كمان إنهم قدروا يحددوا مقاس الحذاء اللي صورته، وده من خلال ورقة الدولار اللي حطتها جنب آثار الأقدام. وهنا بنعرف إنها صورت حاجة كمان اسمها اسبستوس. فبيفاجئهم رايم وبيعرفهم إن القاتل عاوز يوصل لهم رسالة معينة بالحاجات اللي سابها في مكان الحادثة، وهي إن القاتل هيقتل مرات الراجل الساعة 4. وبيعرض عليها رايم وقتها إنها تشتغل معاهم في القضية دي، لكن إيميليا بترفض. فبيهددها إنها هتخسر وظيفتها كلها في الشرطة لو صممت على رفضها. ولما بتتعصب إيميليا بيقول لها رايم إنه محتاج واحدة في ذكائها ونشاطها، فبتقتنع إيميليا بكلام رايم وبتوافق تشتغل معاهم. وبيطلب رايم من بولي يجهز أشخاص يساعدوهم وكمان أجهزة إلكترونية. في الوقت ده بنشوف القاتل وهو بيجهز لجريمته الجديدة. بعدها سولومون بيعرف رايم إن الرصاص اللي لقوه في الجثة كان خارج من مسدس قديم جدا. وقتها بيراجع رايم شكل المسمار وبيلاقي شكله وصناعته قديمة جدا. ولما بيسأل إيميليا عن اللي تعرفه عن الاسبستوس فبتقول له إن دي أماكن معينة مشهورة بيتقتل فيها الأمريكيين كل يوم. وبينادي رايم على الممرضة علشان تاخد إيميليا معاها وتعلمها إزاي تخرج الملفات من الكمبيوتر وتدور على عمليات قتل تانية بتحصل في المدينة. وفعلا بتنفذ إيميليا كلامه وبتقدر توصل لأكتر من جريمة قتل، وبتحطهم لرايم في شاشة العرض. وأثناء ما بيتكلموا بيدخل شيني عليهم بكل غرور، وبيبقى شيني متضايق من رايم جدا، وده لأن رئيسه سمح لرايم إنه ياخد كل المساعدين اللي المفروض يساعدوه وسهل على رايم كل الوسائل علشان يحل القضية. وبيتضايق رايم من كلامه لكنه مش بيديله أي اهتمام، وبيفضل يتفرج على المعلومات اللي موجودة على شاشة العرض. ورايم بيقدر يعرف إن الورقة القديمة اللي من الكتاب راجعة لبداية القرن. وقتها بيستنتج رايم إن القاتل بيحب الحاجات القديمة، وكمان بيكتشف إن الرملة اللي كانت موجودة جنب الجثة نوع من أنواع المحار المتساقط. وقتها بيربط رايم كل المعلومات والأحداث ببعض، وبيكتشف إن القاتل هيقتل مرات الراجل في شارع المينا، وبيحكي لهم سبب تسمية الشارع بالاسم ده. وبنعرف إن حصلت جريمة في الشارع ده، والجريمة دي كانت عملية قتل الراجل غني جدا سنة 1919. واكتشفوا إن الرمل اللي حواليه ما كانش رمل ولكن كان صدفات محار متكسرة بيستخدموها في تصليح السفن. فبيطلب منهم يتحركوا بسرعة للشارع، وده علشان يلحقوا مرات الراجل قبل ما القاتل يموتها. وبيقول لهم هتلاقوها تحت الأرض في سرداب قديم أو جوه المبنى اللي اتشهر بجريمة قتل رجل الأعمال الغني. وفعلا بيتصل بولي بسرعة بشرطة الطوارئ وبيديهم العنوان، وبيطلب من إيميليا إنها تروح معاهم وتكون أول واحدة تدخل السرداب، وده علشان تجمع الأدلة الجنائية وتصور المكان. فطبعا بتتوتر إيميليا، لكن رايم بيطمنها وبيعرفها إنه هيبقى معاها طول الوقت. فبتتحرك إيميليا مع زمايلها، وأثناء ما بيكونوا في الأسانسير بتسألهم إيميليا عن الحادثة اللي حصلت لرايم وخلته مشلول. وقتها بيحكي لها بولي حكاية لوح الخشب اللي وقع على ظهره أثناء معاينته لحادثة معينة، وبيعرفها إن رايم ملهوش غير أخت واحدة وعايشة بره البلد. وبنعرف إن الحكومة متكفلة بعلاج رايم كله وبتبعت له قضايا يحلها وهو نايم مكانه. وكمان بنعرف إن رايم كان بيسافر علشان يدي محاضرات في جميع أنحاء العالم، وإنه بيجمع الكتب المهمة عن القتل، والمحاكم بتاخد برأيه في جرائم القتل المدنية كخبير في التحليل. وفي وقت فراغه بيجمع الحاجات القديمة ده غير المعادن الطبية عشان يحللهم ويحطهم في مكان مسميه قاعدة البيانات. في الوقت ده بيفك القاتل كل المسامير من ماسورة معينة، وبيبقى رايم بيجمع معلومات عن نوع المسمار اللي لقوه. فبيقدر يوصل ان المسمار ده كان لمولد بخار تحت الارض، والمولد ده يخص شركة الغاز والكهرباء اللي في نفس الشارع. والمسمار ده من 6 مسامير بتتربط بيها انابيب البخار. وبنرجع للقاتل بعد ما بيفك 5 مسامير وبيوجه الانبوبة في وش الضحية. وقتها بيتصل رايم على بولي علشان يتوجهوا لمكان القاتل ويلحقوا الضحية قبل انطلاق البخار اللي بيحصل كل يوم الساعة 4. وعلشان كده القاتل اختار الوقت ده، ومش بيبقى قدامهم غير 10 دقايق بس والبخار ينطلق. وكمان رايم بيكلم إيميليا وبيترجاها تدخل أول واحدة لمسرح الجريمة، وده لأن المعلومات اللي هتجيبها مهمة جدا، وبالمعلومات دي هيقدروا يوصلوا للقاتل. وفعلا بتنفذ إيميليا كلامه وبتبدأ تدخل من البلاعة اللي هتوصلهم للسرداب. لكن للأسف بيحصل انطلاق البخار
البخار وما بيقدروش ينقذوا الضحية. بعدها إيميليا بتدخل للسرداب قبل شرطة الطوارئ وبتبدأ توصف لرايم المكان بالتفصيل، وبتعرفه إن الريحة بشعة والمكان قديم جدا وإن مفيش أي آثار لأقدام، وبتتصدم لما بتشوف وش الضحية واللي بيكون سايح بسبب البخار. وبيحاول رايم يهديها وبيطلب منها تقرب أكتر من الجثة، فبتبدأ إيميليا تصور الجثة وهي بتعيط، وبتعرفه إن القاتل سايب لهم قطعة قديمة من الخشب وشوية شعر، وكمان سايب ليهم عظمة غرقانة بالدم. وقبل ما تخرج بيطلب منها رايم تصور الكلبشات وكمان تصور السلسلة اللي الضحية مربوطة بيها، وبيقترح عليها إنها تاخد المنشار اللي موجود في الشنطة وتقطع إيد الجثة بالكلبشات اللي فيها، لأن من خلالها ممكن يوصلوا لبصمة من بصمات القاتل. لكن إيميليا ما بتقدرش تعمل كده وبتنهار من العياط وبتطلع تجري. بعدها بترجع إيميليا على بيتها وأعصابها متدمرة من اللي شافته، وهنا بنلاحظ من خلال الدمية إن القاتل بيراقبها بالتاكسي بتاعه. فبتطلع إيميليا بيتها وبتنظف هدومها وهي بتعيط وبتفضل تشرب لغاية ما بتسكر، وبيحاول رايم يتصل بيها لكنها ما بتردش عليه. بعدها بيراجع رايم كل الأدلة اللي قدامه بتركيز كبير جدا. في الوقت ده بتحس إيميليا بشخص بيحاول يفتح عليها الباب، ولكن الشخص ده ما بيعرفش يفتحه وبيختفي. فبتخرج إيميليا بالمسدس تشوف مين، وبتخاف لما بتلاقي الشباك بيتفتح، وهنا بتتفاجئ بإنه سولومون، وبيعرفها إن رايم قلق عليها وإنه بعته ليها علشان يطمن عليها ويروحوا له بسرعة. ولما بترفض إيميليا إنها تروح له بيقول لها إن رايم من خلال الأدلة اكتشف إن في ضحية جديدة ولازم يوصلوا لها بسرعة قبل ما القاتل يخلص عليها. فبتضطر إيميليا إنها توافق وبتروح لرايم. وقتها بنعرف إن إيميليا كانت عارضة أزياء مشهورة وانضمت للشرطة من سنة بالظبط، وده بعد موت حبيبها اللي كان ضابط. في نفس الوقت بيخرج شاب من نادي ليلي وبيركب مع القاتل في التاكسي بتاعه، وبكده بنعرف إن الشاب ده يبقى هو الضحية الجديدة. بعدها إيميليا بتروح لرايم وأول ما بيشوفها بيفرح وبيشكرها على تعبها في جمع الأدلة. وقتها بيعرف رايم من فريقه إن العظمة والشعر اللي لقوهم في مسرح الجريمة مش بيكونوا الإنسان، وأثناء ما بيتكلموا بيعرفوا إن في بلاغ جديد اتقدم باختفاء طالب، وده بعد ما ركب تاكسي من الشارع وحبيبته هي اللي قدمت البلاغ ده، وده بعد ما شافت السواق بيضربه بآلة حادة على دماغه. وتاني يوم بنشوف القاتل وهو بينزل الطالب في مصنع مهجور وبيربط ايده بكلبشات وبيلف على وسطه سلاسل حديد، وكمان بيجرح رجله بطريقة بشعة وبياخد منها عظمة. في الوقت ده بيصحى رايم على صوت فريقه وهما بيعرفوه ان العظمة طلعت عظمة بقرة، وان الشعر كمان طلع شعر فار، وانهم لقيوا جوه العظمة ورقة تانية زي اللي لقوها تحت المسمار. في الوقت ده بيوصل ريتشارد علشان يركب جهاز القلب الجديد لرايم. وقتها بيقول رايم لفريقه ان القاتل بيحب القتل تحت الارض، وبيشك رايم ان القاتل يبقى ضابط شرطة، وده علشان بيسيب لهم رسائل بنفس لغتهم، وبيكون السبب في كده انه يحسسهم بالذنب ويعرفهم انهم مسؤولين زيه عن جرائم القتل اللي بيرتكبها. وبعد ما رايم بيحلل الادلة الجديدة بيكتشف ان الضحية الجديدة محبوسة في مصنع اسلحة قديم او مكان بيتذبح فيه البقر، وبيطلب من بولي يدور بسرعة عن كل اماكن السلخانات القديمة اللي بيتذبح فيها البقر. وفعلا من خلال سجلات الصحة بيوصلوا لثلاث اماكن. في الوقت ده بيتجمع عدد كبير من الفئران حوالين الطالب، وده بسبب ريحة الدم اللي خارجة من رجله وبيهجموا عليه. وقتها بيحاول رايم يربط الورقتين ببعض واللي بيبقوا عبارة عن شفرات بيحاول يحل لغزها، فبيبقى باين على رايم انه تعبان جدا وضغطه عالي جدا بسبب القلق والتوتر. لكن رايم ما بيبقاش فارق معاه نفسه وكل تفكيره ازاي ينقذ الطالب ده من الموت. ومن خلال عناوين الثلاث اماكن بيختار رايم اقدم مكان فيهم. بعدها بيتحركوا للمكان قبل شرطة الطوارئ، وبتقرر إيميليا انها تدخل المكان لوحدها من غير خوف، وبينبهر رايم بيها لانها بدأت تتأقلم وتتعود على الشغل في جمع الأدلة. فبتبدأ إيميليا توصف لرايم المكان وبتعرفه ان حيطة المكان مليانة بالاسمنت وفي اعمدة ضخمة وان ريحة المكان مليانة بالسماد. في الوقت ده بتوصل فرقة الطوارئ وبيمنعهم بولي من انهم يدخلوا لغاية ما إيميليا تخلص شغلها، وطبعا بيتجنن شيني من تصرف بولي. وبنروح لإيميليا وهي بتتحرك في المكان ببطء شديد وبتسمع صوت فيران كتير جدا في المكان، واول ما بتشوفهم متجمعين حوالين الجثة بتضرب عليهم نار. وقتها بتعرف رايم وهي حزينة ان القاتل جرح الطالب في رجله وده علشان يلم الفيران عليه، وفعلا الفيران بتكون اتلمت على الطالب وخلصوا عليه. فبتبدأ إيميليا تجمع الأدلة اللي في المكان وبتلاقي قطعة ورقة جديدة محطوطة في علبة كبريت. وبعد ما بتخرج إيميليا بالأدلة بيتعصب شيني عليها وبيعرفها ان رايم مش هيشتغل على القضية بعد كده، وبياخد منها الأدلة وبيقبض عليها، وكمان بيؤمر رجالته ياخدوا كل الأدلة التانية من شقة رايم. وبعدها بيطلعوا على الاسم، وبعد تحليل علبة الكبريت بيلاقوا بصمة، فبيفرح شيني وبيروح على مكان صاحب البصمة وبنعرف انه مسجل في 3 جرائم عنف وكمان عنده تاكسي. وقتها بتستغل إيميليا الفرصة وبتاخد الأدلة من على مكتب شيني وبتروح لرايم بسرعة بالأدلة دي. في الأثناء دي بيوصل شيني على مكان صاحب البصمة وبيتصل
وبيتصدم لما بيلاقيه مقتول تحت التاكسي بتاعه وصباعه مقطوع. وطبعا بيفهم شيني ان القاتل خلص عليه وخد صباعه علشان يحط بصمته على علبة الكبريت. في نفس الوقت بنشوف إيميليا وهي بتشمم رايم ريحة الورقة، وبيكتشف رايم ان الورقة عليها كيروسين اللي هو جاز يعني. وبيوصل لرايم ظرف بيكون فيه 4 جرائم قتل حصلت في نفس السنة، وانهم ما قدروش يحلوا لغز الجرائم دي ولا حتى يوصلوا للقاتل. فبيبدأ رايم يتفرج على صور الجثث اللي مبعوثة في الظرف، وبيكتشف ان القاتل بيحاول يلفت انتباههم من زمان. وفجأة بتحصل نوبة تشنجات شديدة جدا لرايم، والممرضة بتحاول توقفها وتحل الموقف. وبتتصدم إيميليا لما بتشوف شكله وبتتأثر بحالته الصحية. في الوقت ده بيخبط شيني عليهم، وبترفض الممرضة انها تفتح له الباب، وبتعرفه ان رايم تعبان جدا. وقتها بتتفرج إيميليا على شهادات رايم وجوايزه، وبتتفرج على صورته مع اخته وعيلته. في نفس الوقت بيصطاد القاتل ضحيته الجديدة من محطة القطر، ولكن للأسف ما بتبقاش ضحية واحدة، ولكن بيكونوا جده وحفيدته. فبياخدهم القاتل في التاكسي بتاعه، واثناء ما بيكون سايق بيوقفوا ضابط شرطة علشان رخصته منتهية. فبيتعصب القاتل وبيضرب الضابط بالنار وسط الشارع، وبيهرب بسرعة بالجد وحفيدته. وقتها بيصحى رايم من النوم على اتصال من بولي، وبيعرفوا بولي بقتل الشرطي وخطف القاتل لضحايات جداد. وقتها بيبدأ رايم يربط ال3 ورقات ببعض، وبيستنتج انه شعار لواحدة ست، والشعار ده بيكون لكتاب عن قصص إجرامية. وبكده القاتل عاوز يوصلهم لكتاب معين قديم. وبالليل بتروح إيميليا على أشهر مكتبة في المدينة، وبتبدأ تدور على الكتاب لغاية ما بتقدر تلاقيه. وفعلا بتلاقي في الكتاب نفس القصص بالصور زي ما القاتل بينفذها بالظبط. ومن خلال الكتاب بتقدر توصل لمكان الضحايا الجداد، وبسرعة بتبلغ الشرطة باللي عرفته. فبتتحرك الطيارات الهليكوبتر وعربيات الشرطة لمكان الجريمة، وكمان بتتحرك معاهم إيميليا. وفعلا بتقدر توصل للضحايا وبتخرجهم من المية، لكن للأسف بيموت الجد. وبتحاول الإسعاف تنقذ البنت، وبيحطوها على جهاز تنفس لغاية ما بترجع للحياة. وبيطلب رايم من إيميليا إنها تدور على أدلة جديدة توصلهم للقاتل. وفعلا بتنفذ إيميليا كلامه لغاية ما بتلاقي خريطة وعليها عظمة نظيفة، وبتلاقي قطعة من ميدالية أو شرط ظابط، وده معناه إن ضحيته الجديدة هتكون ضابط شرطة. وبتبدأ إيميليا توصف لرايم الخريطة، وبنعرف إنها خريطة سكة حديد قديمة. وقتها بتعرفه إيميليا إنها لما دورت في الإسباستوس عرفت مكان محطات ما استخدمتش قبل كده. وبيقدر رايم يوصل لمكان أقدم محطة فيهم، وبيعرف إيميليا إنها جنب المكان اللي هي موجودة فيه. وقتها إيميليا بتشوف شيني جاي عليها من بعيد، فبتخبي الأدلة في جيبها بسرعة، وبتتحرك من غير ما حد يشوفها، وبتروح على مكان المحطة. فبتلاقي القفل اللي موجود على الباب مكسور، فبتدخل للمكان وبتعرف رايم إن المكان مليان تراب لونه رمادي لدرجة إنه بيغطي الجزمة اللي لابساها. وكمان بتلاقي آثار لأقدام القاتل، وبسبب انعدام الشبكة في المكان بينقطع الاتصال بين رايم وإيميليا. فبتقدر إيميليا إنها تلاقي أرقام معينة، وبتبدأ إنها تفكر بنفس طريقة رايم وتربط الأدلة ببعض. وقتها بتستنتج إن القاتل هيقتل رايم. في الوقت ده بيروح شيني لبيت رايم وعينه كلها شر، وبنشك وقتها إن شيني يبقى القاتل. وأول ما بيخبط الباب بتبص الممرضة من العين السحرية وبتفتح، ولكن القاتل بيضربها بالسكينة في بطنها وبيخلص عليها. وهنا المفاجأة، وده لما بنعرف إن القاتل خلص على شيني قدام باب شقة رايم، وبتقع الممرضة جنبه. فبيدخل القاتل وبينظف إيده من الدم، وبيبقى رايم بينادي على الممرضة ولكنها ما بتردش عليه. وقتها بيظهر ريتشارد المسؤول عن تركيب وصيانة الأجهزة الرايم، وبيستغرب رايم من سبب وجوده في بيته في وقت زي ده. ولما بيبص رايم على جزمته بيلاقيها مليانة تراب لونه رمادي. وهنا بنعرف إن ريتشارد هو القاتل، وإن هو ورا كل اللي بيحصل ده. فبيحاول رايم يتصل بأي حد من خلال الزرار، لكن ريتشارد بيبقى فصل كل الأجهزة. وقتها ريتشارد بيواجه رايم بالحقيقة، وبنعرف إن ريتشارد يبقى ظابط، والمحكمة اتهمته بالتلاعب في أدلة جنائية. ولما بيبعتوا رايم علشان يقول رأيه في قضية ريتشارد، رايم بيثبت التهمة عليه، وبيتحكم عليه ب6 سنين سجن. وبعد ما بيخرج بيفضل 2 يدور على رايم لغاية ما بيوصل له. وقتها ريتشارد بيكسر صباع رايم، وبيقفل له جهاز القلب، وبيعرفه إنه هينتقم منه ويخلص عليه. وأول ما بيقرب ريتشارد منه وبيلمس السرير بيقفل رايم السرير على إيده وبيقطعها، فبيقع رايم وريتشارد على الأرض. وأول ما بيقرب ريتشارد منه علشان يطعنه بالسكينة في رقبته بيعض رايم من رقبته بقوة، وبيكون ريتشارد هيضرب رايم بالسكينة. ولكن وقتها بتوصل إيميليا وبتضربه بالنار وبتخلص عليه. وبعد فترة بتتحسن صحة رايم، وبيقوم من السرير وبيقعد على كرسي متحرك، وبيحتفل مع إيميليا وفريقه وأخته براس السنة. وبعدها بيتجوزوا هو وإيميليا، وبكده بتنتهي أحداث فيلمنا. لو وصلت معانا لهنا قول لنا في الكومنتات إذا كنت متوقع إن ريتشارد هو القاتل ولا لا. وبكده بيخلص فيلم النهارده. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ملخصاتنا. أشوفكم بخير.